اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل في بكرة على عيون أحلى متابعين. كل سنة وحضراتكم طيبين يا حبايبي، بمناسبة شهر شعبان. النهاردة أول جمعة في شعبان، يا رب يعود عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، ويجعلها يا رب سنة سعيدة علينا وسنة كويسة علينا. فقلت بقى النهارده افرحهم واعمل لهم لحمه. عندنا لحمه يا ولاد، افرحهم عندنا لحمه. فلازم اخلي يوم الجمعه ده مميز عن بقيه الايام، علشان جوزي بيقعد فيه وعيالي بيقعدوا كمان من الدروس والمدارس، وكلنا بنبقى متجمعين. يا رب يديمها علينا نعمة ويديم تجمعاتنا دي على خير. فتعالوا بقى نقول لكم هنعمله ايه باللحمة اللي معانا والخضار المشكل اللي معانا. اكيد وانتوا عرفتوا اللي احنا هنعمله ايه. بصوا بقى حبايبي، هنعمله ايه؟ هنعمله حلة برمة، او حلة خضار مشكل باللحمة، او حلة تلي باللحمة. يعني لها كذا اسم، يا خضار مشكل باللحمة، يا خضار، يا تلي باللحمة، يا برمة باللحمة. احنا هنا عندنا في دمنهور بنقول عليها برمة، يعني خضار مشكل مع اللحمة مع البصل مع البهارات والحاجات ديت بنقول عليها برمة. فتعالوا بقى يا حبايبي اقول لكم وهي بتتعمل ازاي. بس لو وصلت لحد هنا صلوا لنا على النبي الاول، وما تنسونيش في اللايكات والاشتراكات، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. انا هنا عندي 4 بصلات كبار اهو، زي ما انتوا شايفين 4 بصلات اهو. يتقطعيها حلقات رفيعه، يتقطعيها اجنحه، يتقطعيها مكعبات، على حسب التقطيعه اللي انتي بتقطعيها. بس انا بحب اقطعها حلقات كده رفيعه، عشان البرمه بتاعتي بتحب البصل اليامه فيها. فانا بقطعها حلقات كده حلوه زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا قطعتها كده حلقات اهي. بعد يا حبايبي ما قطعنا البصل كده حلقات رفيعه اهي زي ما انتوا شايفين اهو، هتحط عليها دي معلقه توم مفروم بس كبير، عشان البرمه بتحتاج التوم اليام ماشي، او التلي او الخضار المشكل. والتوابل بتاعتنا كمون، بهارات، فلفل اسمر، من كل حاجه معلقه الا ربع، معلقه الا ربع. هنخلطهم كده مع بعض، وهنحطه نص على البصل ونص التوابل على الخضار المشكل زي ما انتوا شايفين كده، نص هنا ونص هنا، ونص معلقه. ده اختياري، عندك شطه حمراء حطيها، ما انتش عايزه براحتك، ده اختياري. حطيت نص معلقه شطه اهي ماشي. ونفرك كل الكلام ده مع بعضه، البصل بالثوم بالتوابل الجميله بتاعتنا اللي ريحتها قلبت المطبخ من قبل ما اشتغل فيها. صلي على النبي كده وما تقعديش ساكته انت وهي ماشي ماشي يا هنود. وهنحط معاهم برضو نص معلقه من الملح اهو، نص معلقه ملح اهي، ونص معلقه برضو على الخضار المشكل، عشان برضو الخضار لازم يتبل معانا اهو. يبقى احنا حطينا نص التوابل على البصل، والنص التاني فين؟ على الخضار، ونص الملح على البصل، والنص التاني فين؟ برضو على الخضار. كلها سهله وبسيطه، مفيهاش اي حاجه خالص. واللحمه اللي انا جايباها النهارده دي لحمه بتلو عجالي مش بقري، دي لحمه بتلو. بعد كده هننزل عليها باللحمه بتاعتنا الجميله دي اهي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. صلوا على النبي كده وما تقعديش ساكته انت وهي. وقلبي بقى البصل بتوابلك الحلوه بالثوم اللي انت عاملاه في قلب اللحمه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصنا اللحمه بالبصل بتوابلنا الحلوه دي حبايبي، تعالي برضو اعملي الخضار بتاعك المشكل، ادعكيه كده ببعضه بالملح والبهارات والفلفل الاسمر طب الخضار اللي انت حطاه هنا، انا عامله هنا جزر على بسله على بطاطس على فاصوليا خضراء على كوسه، جزر على بطاطس على فاصوليا خضراء على بسله على كوسه
على ايه، على بطاطس. ماشي، وقلبتهم كل ده مع بعض. الحاجه مكعبات عشان ما تبقاش الحاجه كبيره معاكي، زي ما انا مقطعها كده اهي. بصوا اهي مكعبات اهي، متوسطه مش رفيعه، عشان ما تتهريش منك في قلب ايه، في قلب الاكل. وتقومي نازله عليها على اللحمه والبصل اللي انتي خلطاهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا قد ايه عملت كميه معانا قد ايه، بسم الله ما شاء الله. واحط عليهم هنا كنت عصره 6 طماطميات، يعني قولي نص كيلو من الطماطم. احط عليها كده ايه شويه اهي، واقلب كله برضو ايه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. كلها سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. انا كده خلصت كده الطلي معاكم او الخضار مشكل معاكم او البرمه معاكم اهي. جبت حله. هتعملي ايه بقى في الحله، او هتعملي ايه في الصينيه، او هتعمليها في برامه إيه على حسب ما تحبي تعمليها. هتحطي الاول شويه خضار في ايه، في قعر الحله كده من تحت، مش لحمه عشان اللحمه ما تشطش منك من تحت. الخضار ده هو الايه اللي بيحمي اللحمه وهي تحت اهي. حبه خضار كده حلوين، متملهاش يعني، بحيث اللي هما يحفظوا ايه، يحفظوا لك اللحمه بتاعتك اهي. وهتقومي بقى ترصي اللحمه اللي انت جايباها زي ايه انا ما بعمل كده. هترصيها كده ماشي زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي كده وما تقعديش ساكته برضو ايه انتوا هي. ودايما ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا على تشجيعكم ليا ووقفتكم ليا للقناه. بجد والله نفسي القناه تتفعل وربنا يعني يكرمني منها برزق حلال، عشان دي بجد انا فاتحاها مصدر رزق ليا ولعيالي ولبيتي. والشغل مش عيب، يعني اللي يقولك بتشتغل ومش عارفه ايه، الشغل مش عيب. الواحد بيعمل اللي عليه والباقي ايه على ربنا. ودايما طول ما انت حاطه هدف في دماغك عايزه توصلي له، ربنا بجد مش هيخيب لك امل، وهيقف جنبك ويخليكي تحققيه في اقرب وقت. اي نعم احنا بنغيبه وكل حاجه وبنشتغله بلا مقابل، بس دي نعمه من ربنا اللي احنا اللي قناة عرفتنا باحلى متابعين، واللي ازاي يعني في حب ما بيننا وفي صدق ما بيننا. ربنا يا رب يديمكم معانا في حياتي. اللحمه كده خلاص خلصت. هتحطي تكملي ببقيه الخضار فوق الوش زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد ما خلصتي بقى يا حبايبي الخضار كده في الحله، هتقومي متكيه كده على الخضار بحيث الايه لكله يبقى ايه في مكان واحد زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة الخضار ده لسه هينزل، يعني هينزل ميته لما يستوي، وهيبقوا حبة قد كده. يعني كمية الخضار اللي انتوا كنتوا شايفينها دي هيبقوا حبة، بصي يعني ما يجوش طبقين. والله لما الخضار بينزل ميته يعني ما بيبقى قليل جدا، غير لما انت بتقطعيه وبتحطيه. هتعملي ايه بقى كده يا هند؟ بصوا هنا في توابل ماشي، ومية الخضار هنرميها؟ لا مش هنرميها، دي هنحط عليها بقية الطماطم اللي انا كنت عاملاها في الخلاط اهي عشان تبقى متبلة وحلوة، واحطها فين فوق الوش كده. وبعد ترمي الطماطم بالصوص او المية اللي نزلت لك من الخضار بتاعك، ما ترميهوش. تحط عليه الطماطم كده وتنزليه فوق الوش عليه زي ما انتوا شايفين كده يا احلى متابعين. احط بقى حبة زيت على حتة السمنة فوق الوش. هاتلي الزيت ده يا زيزو لو سمحت، وعليك يا يوسف، وعليك يا يوسف. نحط بقى كده حبة زيت اهو زي ما انتوا شايفين مع حتة السمنة او حته الزبده او اي حاجه عندك حطيها ماشي. واحطها على عين البوتاجاز من فوق.
هشغل عليها النار عالية، يعني ايه لحد ما تنزل ميتها وتشرب ميتها، وايه وتحسي اللي هي ايه المية نشفت معاكي كده سيكة، تقومي ايه موطية عليها نص توطية. يعني الاول تعلي النار وبعد كده هتهدي عليها لما الخضار بتاعك يشرب ايه المية بتاعته. ماشي يا حبايبي، فاصل بقى وانا واصل زي ما بيقولوا كده، عشان ايه اروق كل المطبخ وارجع لكم تاني لما الخضار بتاعنا يطيب كده. يا حبايبي هي كده شربت المية اللي فيها اهي، بصوا اهي شربت كل المية اللي فيها وكل السوائل اللي فيها. في اللحظة دي بقى هوطي عليها النار، يعني اخلي النار ايه مش عالية جامد، اخليها وسط شوية عشان ما تشطش مننا وتتحرق مننا. خلاص يا حبايبي صلوا على النبي كده. وبكده يا حبايبي نكونوا خلصنا البورمة الجميلة بتاعتنا الحلوة. ده جمالك يا حبيبي، بس انا كنت مغطيها بقى بالعيش. بصوا الجمال، شفتوا جمال. تعالوا بقى نقلبوها مع بعض ونشوفوا اللحمة بتاعتنا الحلوة الجميلة استوت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة دعاك يما، يا ود يا ود يا ود يا ود يا ود يا ود. جميلة جدا 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 جدا. بصوا يا ولاد، بصوا عاملة ازاي، بصوا عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها. اللحمة بصوا، بصوا مستوية ازاي اللحمة. سميدي كمان بس عشان سخنة مش عارفة خالص اقطعها اهي. بصوا عاملة ازاي، بصوا عاملة ازاي اللحمة، بصوا كريمة يا جدعان. بسم الله ما شاء الله عليها. واللي هياكلوها بألف هنا وشفا ليهم. يلا فرحي عيالك كده وخلي يوم الجمعة ده مميز ليهم. مش مشكلة الأسعار، بس ايه يعني فرحيهم في يوم في الأسبوع، مش مشكلة الأسعار اللي احنا فيها. ربنا بيرزق كل واحد والله. وبجد حاجة حلوة تعملها لهم ومفيدة جدا للكبير والصغير، وما خدتش مننا اي وقت خالص، وسهلة وبسيطة وكل حاجتها عندك. لو بواقي خضار عندك في البيت هتجيبي بس اللحمة وهتعمليها بيه وهناكلوها بمخلل وعيش ونحمد ربنا على كده. عايزه تاكلها مع رز كليها، عايزه تاكلها مع مكرونه اعملي ايه. بس احنا دايما بنحبوها ايه ناكلوها بالعيش. وبالف هنا وشفا للي هيعملها. يلا بقى يا حبايبي صلوا على النبي، متنسونيش والله.